إدارة النادي الأهلي الموقرة، صباح الفل عليكم. لو كنتم نايمين امبارح فأنا كمشجع أهلاوي جاي أقول لكم صباح الحلويات، صباح الجمال. فقتوا وافطروا واغسلوا وشكوا. جاي أذكركم إن امبارح في كارثة اسمها مدير فني، هو شغلته مدير فني بس مش عارف مهنته إيه، الله أعلم. مبوظ الدنيا، بقاله 3 شهور ونص أو 4 شهور في النادي الأهلي ما كسبش غير مباراة واحدة، وفريق محلي مع احترامنا ليه اللي هو فاركو تقريبا. فحضرتك مفيش فنيات في الملعب، مفيش لاعب بيلعب في مركزه. في كفتة، في على الدكة مدير فني، في على الخط الناحية التانية مدير فني آخر، في مدير فني آخر تالت، يعني 3 شغلتهم مدير فني في فرقة فيها نجوم. المفروض اللي هم انت جايبهم نجوم، يعني هم امبارح ما كانوش نجوم، امبارح يعني ما حصلوش حتى قرص فلافل. فاللي انا عايز اقوله لكم ده ما ينفعش يقعد ثانيه واحده. احترموا عقول جمهور النادي الاهلي، احترموا عقولنا شويه. اي نعم الاهلي لا يدير من المدرجات والشغل الافشخانات دوت، ولكن ده مش شغل مدرجات، ده النادي، ده النادي الاهلي اللي طلعكم وخلانا نعرفكم. ده النادي الاهلي اللي خلانا دلوقتي احنا يعني بنشجع الاهلي وحبايب مع بعضينا. انما لو المصلحه هتفوق النادي الاهلي، لا يبقى صباح الفل واصحوا كده، الله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم. اللي حصل امبارح دوت مش مساله خساره ولا مساله خساره دوري، لا 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 لا، ولا مثلا مش عارف ايه، انت عندك اوضه اللبس خربانه. ده المنظر بتاع امبارح ده بيدل ان مفيش حد في اوضه اللبس بيتكلم مع لعيبه. عندك الملعب نفسه ما فيهوش كوتش، ما فيهوش كابتن، ما فيهوش لاعب يشخط في اللعيبه يفوقها، لان امبارح اصلا ما فيش حد فايق يفوق التاني. معانا مدير فني على الخط بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم حسد، من غير منوم بينيم. فاللي انا عايز يعني اقوله يعني احنا خلاص معانا لعيبه بملايين زي ما بيقولوا كده، فريق المليار. فريق المليار دوت امبارح لا في باص كويس ولا باص سليم ولا في عرضيه ولا في اي حاجه، ولا حتى 2 كيلو بتنجان وبنص جنيه فلافل و5 ترغيف عشان افطر. مفيش اي حاجه امبارح بتحصل في الملعب غير ان الجمهور كان عايشين. تخيل بيطالب برحيل مدير فني وبيطالب بمدير عام يمسك هو المدير الفني. تخيل انت، تخيل وصلتونا لفين. مش عيب؟ غلط، انا غلطان يا عم صلي على غلطي. انما هتمادى في الغلط هتبقى قله ادب ووقاحه وسفاله وبص، وزي ما انت عايز تقول، لان ده النادي الاهلي محدش هيقبل اللي يا راجل. لو جبت ابن اختي الصغير هيقول لي، هقول له في ايه، هيقول لي ده مدير فني. ده مش مدير فني، ده يمشي. العيب في المدير الفني. واحد يقول لي اللعيبه خلاص، اللعيبه مفيش حد بيحكمها، لا في الاداره ولا في الاداره الفنيه ولا في الاداريه. مفيش حتى الكباتن بتوعهم عايزين اللي يحكمهم. مفيش حد بيشخط، مفيش حد يا اداره النادي الاهلي، يا اداره النادي الاهلي، احنا من امبارح المفروض مستنيين بوست شكر للراجل الطيب ده، الله يسهل له ويسهل لنا الحال. ده يا اما جاي فعل يخربها، يا اما بقى